والأخوة في دولة القانون يعرفون، والمشاهدين أيضا يعرفون، إحنا مو ضد توجه السيد المالكي ولا ضد تطلعات هذا الرجل، ولا أن السيد المالكي لا يستحق هذا المنصب، لكن بما أنه تطلع أنت محلل سياسي وعندك رؤية وتجوز نظرتي تختلف عن نظرة جناب السيد، يجوز نظرة جناب السيد أكثر رؤية وأكثر وضوح ونظرة ثاقبة، أنا نظرتي قاصرة ممكن تحمل الصحيح وممكن تحمل الخطأ، فبالتالي أنا ملزم بالحديث ومكاشفة الجمهور بالمعلومة اللي عندي وبالرؤية اللي عندي. حتى قوى الإطار الآن اللي هم رشحوا السيد المالكي، مسألة ترشيح السيد المالكي أصبحت من الماضي، من الماضي، انتهت القضية. هاي مو يعني مو تبنيات، لا، أنا حسب معلومتي وأنا ملتقي على أقل تقدير خلال هذا الأسبوع ب3 4 زعماء من قوى الإطار المؤثرين، ووصلوا مرحلة وقت يقول لك أنا هذا بلد 45 مليون، شنو اللي يعني الآن المفروض علي أروح أني 45 مليون أدخله في عقوبات